إذا لم يكن من لغة الكلام، إذا لم يكن من شواظ وجمع وتأبى القنابل قطع الخيوط، إذا لم تكن في عز البرد ذهب عني صوتي وحضرت حرارة المسرح من هنا من المسرح الجهوي عبد القادر علولة بوهران، وفعاليات المهرجان العربي للمسرح بوهران وأيضا بمستغانم. في عدد جديد سنقف اليوم عند راهن المسرح العربي والجامعي بالأخص في هذا العدد الذي يأتيكم خصيصا من المسرح الجهوي من هنا من بيت عبد القادر علولة. يسعدني أن أستضيف الدكتور إسماعيل إنصارا محافظ مهرجان المسرح الجامعي. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. العفو. معنا أيضا الدكتور محمد المديوني باحث في المسرح وفي فنون الفرجة وله عديد المؤلفات. أهلا بك وبتونس. شكرا، بارك الله فيكم. العفو. ومعنا أيضا باحث جميل في المسرح وأكاديمي جامعي من جامعة الهندية. أهلا وسهلا محمد بوكراس. أهلا وسهلا ومرحبا. العفو. ومعنا أيضا الباحث في المسرح القادم إلينا من جيجل، يعرفه الجزائريون المسرحيون تقريبا كلهم، عبد الناصر خلاف. أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا. ها هو المسرح بدأ شعرا وها هو يعود إلى الشعر من خلال ليلة الشعراء في دار عبد القادر علولة. أهلا بك وبالشعر وبالمسرح أيضا. معنا أيضا الكاتب المسرحي من سوريا مصطفى عبد الفتاح، وبين قوسين هو طبيب أسنان رهيب. أهلا وسهلا أستاذ. مرحبا بك وشكرا للجزائر الجميلة على استضافتها الحلوة. العفو. معنا أيضا الأستاذ محمد القليني وهو كاتب مسرحي وروائي قادم إلينا من مصر. أهلا بك. يا أهلا ومرحب، وأنتهز الفرصة وأتوجه بتحية طيبة وإجلال من شعب مصر العريق إلى الشعب الجزائري الشقيق. شكرا، ونحن نبادكم كل التحايا ونفس الأحاسيس. ومعنا الشاعر والكاتب المسرحي الآخر من مصر سعيد شحاتة. أهلا وسهلا ومرحبا بك صديقي. اهلا بيك، واحنا بنشكر الشعب الجزائري على الاستضافه، وانا مش حاسس ان انا غريب في الجزائر بصراحه، يعني أكيد. سعيد جدا ان انا في بلدي الثاني او في بلدي الاول. شكرا. مرحبا بكم. شكرا. وكالعاده يرافقنا طربيا جوق مختار علال الفنان الأندلسي الذي اختار اليوم اتجاها آخر وهو اتجاه أغنية شعبي مع الفنان القادم إلينا من مدرسة الشاعر الكبير سيدي الأخضر بن خلوف. الفنان والعنوان هما الفنان أحمد زغيش. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية النقاش في عددنا الجديد ستكون مع الأستاذ إسماعيل إنصارا. المهرجان العربي للمسرح قدم مهرجانا آخرا موازيا بمستغانم، والأمر يتعلق هنا بالمسرح الجامعي. هل يمكن أن نقول أن المسرح الجامعي حضر مثل ما يجب في المهرجان العربي في دورته التاسعة بالجزائر، دورة عز الدين متجوبي؟ شكرا زميلي محمد، شكرا على الاستضافة. العفو. الشكر أيضا موصول للهيئة العربية للمسرح وللديوان الوطني للثقافة والإعلام على اختيار الجزائر لهذه الطبعة التاسعة، واختيار مدينتين مستضيفتين لأول مرة للمهرجان، وإدراج عنصر هام في هذه الطبعة التاسعة ألا هو ملتقى نجوم التمثيل الجامعي الذي يعقد بمدينة مستغانم. نعم. هي فرصة أن المسرح الجامعي الجزائري اللي اخطى خطوات جبارة ونحن في الطبعة 12 لأن يبرز وتقدم هذه الفرصة لطلابنا للاحتكاك بالأكاديميين وبالفنانين القادمين من مختلف الدول العربية واللي نرحبوا بهم في الجزائر الشقيقة. إذا كان برنامج متنوع في هذه الطبعة في ملتقى نجوم التمثيل الجامعي من 9 فرق مسرحية في إطار منافسة 5 فرق من مختلف جامعات و4 فرق من مديريات خدمات جامعية، ثم إدراج أول مرة يعني أيضا عنصر التكوين 10 ورشات متخصصة. نعم، قدمت للطلاب ومختصين وأكاديميين على مستوى مدينة. بدأت ب 15 طالب متربص. نعم. والآن العدد تقريبا 250 طالب.
راهم في 10 ورشات، واعداد يعني كانت تتزايد من يوم ليوم، ولكن الظروف نتاع الورشات تعرف باللي العدد ما لازمش يكون كبير للاستفاده اكثر. حضور اساتذه اكاديميين من مختلف الدول العربيه، وفي الحقيقه اللي قدموا شيء ممتاز في هذه الدورات وفي هذه الورشات التكوينيه، بالاضافه ايضا الى ندوات مختلفه فكريه ومحاضرات على مستوى الجامعات اللي استفاد منها طلاب الفنون الدراميه على مستوى كليات الاداب والفنون على مستوى مدينه مستغانم ايضا. نعم. ومدينه وهران. نعم. طيب مدام البلاطو يحضره قامه من قاماتها المسرحيه العربي والتونسي، أستاذنا الدكتور محمد مديوني، كيف يمكن أن تقرأ الجانب العلمي للطبعة التاسعة في الجزائر؟ أنا سمعت الأمين العام للهيئة العربية للمسرح يتحدث عن تحدي سيكون لأي دولة تستضيف المهرجان بعد الجزائر، وأنت من المشاركين في البرنامج العلمي ومن المؤطرين أيضا للبرنامج العلمي سيما في المناظرة، كيف يمكن أن نقرأ هذا البرنامج الرهيب فعلا؟ هو فعلا ما يلفت الانتباه في سعي الهيئة العربية للمسرح وديوان الوطني للثقافة، وخاصة المبرمجين المباشرين، أنهم أولوا النشاطات الفكرية موقعا حقيقيا، على عكس ما هو الأمر جار به في كثير من المهرجانات التي أصبحت فيها النشاطات الفكرية أقرب ما يكون إلى واجب ثقيل. لا، ما يلاحظ ويحسب لمنظمي هذا المهرجان أن الأنشطة الفكرية المتنوعة المتعددة تم الإعداد لها بصورة سابقة. إذن فكأنها كانت بمثابة تتويج لعدد من الأنشطة التي تمثلت سواء في مسابقات حول الكتابة المسرحية بأنواعها أو حول مسائل فكرية سميت تسميات مختلفة، ولكنها كلها تصب في مصب واحد، وهو محاولة التفاعل الجدي مع عدد من القضايا، وكذلك السعي إلى تسليط الضوء على جهود ومنجزات الكتاب والباحثين العرب، وخاصة فتح الآفاق للذهاب بشكل أبعد في هذه المجالات. فهو أمرا فعلا يحسب لهذه الدورة، ولعل ما قاله الأمين العام هو على صواب، لأن فعلا الميل الأكبر في عدد من المهرجانات المسرحية هو يعني ندوة فكرية وتمر. لا، نعم هناك إعداد، هناك منجز، وهناك كذلك امتدادات. وحضوركم كان إضافة لهذا المهرجان. سيدي شكرا. محمد بوكراس، العلاقة بين البحث العلمي والجامعة عادة ما تكون علاقة أفقية، بمعنى أنها تمنح المسرح ما ينقصه على مستوى الاشتغال. في الجزائر هل هناك علاقة أفقية فعلا بين البحث العلمي والمسرح، بمعنى أنه ما نقدمه من بحوث علمية يفيد المسرح ويمنحه الإضافة اللازمة؟ شكرا، تحية على هذه الاستضافة. فعلا العلاقة بين الجامعة والمسرح هي علاقة فتية في الجزائر، تعود إلى نقطتي بداية. النقطة الأولى مع تأسيس المعهد الوطني للفنون المسرحية والفنون الدرامية ببرج الكيفان سنة 64. نعم. وكان الهدف منه هو تخريج إطارات تقنية وإطارات فنية لتأطير الحركة المسرحية في الجزائر، وهو ما حدث فعلا. لما نشوف الفاعلين المسرحيين في الجزائر تقريبا جلهم خريجي هذا المعهد. الذي عرف طبعا انقطاعات ومسارات مختلفة في منذ بدايته إلى يومنا هذا، أين تحول الآن إلى المعهد العالي لمهن السمع البصري، ويكون إطارات في النقد المسرحي وفي التمثيل وفي الإخراج وفي السينوغرافيا وفي الكوريغرافيا وغيرها من المهام الإخراجية الأخرى التقنية. ثم بعد في منتصف التسعينات ظهرت الأقسام الفنية في الجامعات الجزائرية، بداية بجامعة وهران، إلى أن اليوم عمت هذه الظاهرة ودخلت إلى عديد الجامعات الجزائرية شرقا وغربا. والآن أصبحت عندنا الآن كلية الفنون بجامعة قسنطينة. كل هذه مكاسب. لكن هذه التجربة حتى نكون موضوعيين هي تجربة فتية، ربما عمرها قصير جدا، وتحتاج
تحتاج إلى تأطير وتحتاج إلى توجيه. ما يلاحظ على هذه التجربة أن الأكاديميين والباحثين الجامعيين الموجودين في الجامعة وبحوثهم الأكاديمية هي بحوث تقريبا تميل إلى الدراسات الأدبية التي تتكئ على النص بالأساس ومغفلة العرض. وأغلب الباحثين الجامعيين هم الذين يدرسون المسرح في مدرجات الجامعات ولا يذهبون ولا يتابعون عن كثب الحراك المسرحي. دون أن نكون قاسي يعني في هذا الحكم، هو ليس حكما عاما طبعا لأن التعميم ظاهرة مرضية، ولكن نحكي على ما هو غالب وأعم. لذلك الآن أعتقد أنه من خلال المسارح الجهوية اللي راهي الآن موجودة حوالي 20 مسرح جهوي، إذن هذا التزاوج بين وجود المؤسسة المسرحية التي تحتاج إلى مرافقة علمية وأكاديمية واستشارية وبين المؤسسة الجامعية التي تنجد هذا الفرد الأكاديمي الباحث المعني بالمسرح. أعتقد أن الآن يجب أن نخلق هذا الجسر بين المؤسسة الجامعية وبين المؤسسة المسرحية، أولا تخلق لهم فضاء تاع ممارسة وفضاء تاع مشاهدة وفضاء تاع متابعة وأيضا فضاء تاع عمل. لماذا لا توظف هذه المسارح الجهوية هؤلاء الخريجين من هذه الجامعات حتى تعطي لهم فرصة أنهم يؤطرون الحراك المسرحي ويتابعون وينفتحون على الممارسة المسرحية. إذن أعتقد أن النقطة الأساسية التي يجب أن تعالج في أقرب وقت من طرف التشريع القانوني ومن طرف الرصد الأكاديمي ومن طرف المهتمين بالشأن المسرحي هو تجسير العلاقة بين المؤسسة المسرحية والمؤسسة الجامعية. نعم. أيضا تقريبا في نفس السياق تحدثت الدكتورة جميلة زكاي عن تقصير الجانب الأكاديمي في حق شهيد المسرح الجزائري عز الدين مجوبي، ولذلك أنقل الكلمة إلى الباحث في المسرح عبد الناصر خلاف ليعتلي سدة الكلام ويقرأ لنا تكريما خاصا لشهيدي المسرح الجزائري. تفضل. اسمي عز الدين مجوبي، فصيلة دمي تياتر مسرح. اسمي عز الدين مجوبي وهناك من يناديني مجوبي. نعم مجوبي. مسقط روحي مدينة عزابة سنة 1945 ولاية سكيكدا. أمي الجزائر. تزوجت أمينة. تسألونني كيف حدث هذا الزواج؟ تلك حكاية طويلة، اسألوا مينا. تزوجنا سنة 1972، أنجبنا طفلين جميلين، خير الدين خجول وعاشق للموسيقى، بدر الدين يعشق الحيوانات، أمنيته أن يكون طبيبا بيطريا. لا أدري هل تحققت أمنيته. تزوجت الخشبة فأنجبت نفسي. أنا متزوج من المسرح أكثر من العائلة. منحت المسرح قلبي جسدي وروحي وصوتي ودمي. أنجبت أبناء آخرين، الصمود، غابوا الأفكار، آخر المساجين، قالوا العرب، قالوا عالم الباعوش، الحوينتة. بعد انتقال عائلتي إلى الجزائر العاصمة شغفت بالمسرح والتحقت بالمعهد البلدي للموسيقى والمسرح لمدينة الجزائر، وحصلت على شهادتين في قسم التمثيل باللغة العربية. والتحقت بالمسرح الوطني الجزائري كممثل سنة 1966. شاركت في أول عمل لي بعنوان مسرحية عنبسة المقتبسة عن مسرحية روبلس لفيكتور هيغو من إخراج مصطفى كاتب. شاركت إلى جانب سيد أحمد أقومي، العربي زكال، محمد بن قطاف، عبد القادر بوقاسي، وهبة وفلة. تركت مؤسسة المسرح الوطني الجزائري واتجهت للعمل كممثل ومعد للنصوص المسرحية بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجزائري من 1966 إلى 1973. وفي نفس الفترة أسست فرقة المسرح والثقافة التابعة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية التي كان يوجد مقرها في الشارع موغادور، رفقة كل من رضا خريس، بن حصير، بوزيدة، كريمو بابا عيسى وآخرون. قدمنا مسرحية الفرس. ذهبت إلى سعيدة ومنها إلى وهران. التحقت بمسرحها الجهوي من 1973 إلى 1974. شاركت في مسرحية المايدة كممثل من إخراج الراحل عبد القادر علولة. عدت مجددا إلى مؤسسة المسرح الوطني الجزائري حيث عملت فيه كممثل ومساعد مخرج. وزعت في الأعمال التالية: المقبرة، الصمود، المولد، النقود الذهبية، زعيت ومعيت ونقاز الحيط، باب الفتوح، يا حسان، سنورة وجمعته، الدهاليز، الإنسان الطيب من سيشوان، قالوا العرب، قالوا جحا باع حماره، عقد الجوهر، العلق، قف يا ستار ارفع الستار، فين كنت البارح، حافلة تسير،
أغنية الغابة والشهداء يعودون هذا الأسبوع. أسست مع مجموعة من الأصدقاء زياني شريف عياد، محمد بن قطاف، سونيا، سيد علي عياشي، بالعورة مسرح القلعة سنة 1989، وهكذا دخلنا مغامرة المسرح المستقل. لقد كانت هذه الفرقة في الأساس تابعة للجنة الحفلات لمدينة الجزائر. في مسرح القلعة شاركت في العايطة، حافلة تسير، وآخر المساجين. انتقلت إلى المسرح الجهوي باتنا كمكون ومخرج، حيث كانت مسرحية عالم البعوش أول إخراج لي خارج الجزائر العاصمة، وهي تجربة متميزة قضيتها أو خضتها مع فرقة شابة فتحت عيني على أمور لم أكن أعرفها من قبل. ففي المسرح يجب على الإنسان أن يختار، وأنا اخترت الواجب، والمسرح ما لم يخدم المجتمع فأنا لا أعلم من سيخدم. في هذه المسرحية قدمت كل ما عندي من إمكانيات فنية وتقنية. في الحقيقة لم أكن متكونا في فن الإخراج، وأرفض أن يتكلم الناس عني كمخرج. أنا ممثل بالدرجة الأولى. هل تصدقون؟ بدأت رحلتي الفنية كممثل من الدرجة الثانية بالمسرح الوطني الجزائري. أقول هذا للشباب، أرجو أن لا يصدمهم هذا التصريح، لكن صدقوني لا يوجد دور صغير أو دور كبير، بل لا يوجد ممثل صغير أو ممثل كبير، لا يوجد ممثل قديم أو ممثل شاب، بل يوجد الإخلاص للخشبة، توجد الكفاءة والمهنية. فالخشبة هي بيتي الأول، وهي اختصار لكوني جمالي. الخشبة تخاطب الفكر، الخشبة تعانق الروح. بقيت ممثلا في الدرجة الثانية، لأن ليس من أخلاقي أن أطلب من المخرجين أدوار معينة. كان يجب علي أن أنتظر إلى غاية 1985 حيث قدمت مسرحية حافلة تسير، وفيها انفجرت طاقتي. قدمت أكثر من 220 عرض. لم أتفوق على ذاتي كما كتب علاوة جروة وهبي، بل عدت إلى ذاتي، إلى ينابيع الأولى. الكل يذكر ذلك النشيد الطفولي في مسرحية حافلة تسير: نوارة بنتي، نوارة بنتي. نوارة لم تكن ابنة عز الدين مجوبي، ولم تكن ابنة شريف الزوالي، كانت ابنة أبو بكر مخوخ، لأنه لم ينجب أطفاله. بوب الملتحي، بوب الطفل، أنجب نصوصا مسرحية ووجع الوطن، ثم رحل في صمت. التحقت بالمسرح الجهوي بجاية، أخرجت مسرحية الحوينتة، وحين استقال مخلوف بكروح استدعوني لأكون مديرا لهذه المؤسسة التي منحتها كل شيء، وهذا بقرار من أمضاه وزير الثقافة سليمان الشيخ. لم أتي إلى المسرح الوطني لكي أعطي الأوامر أو التعليمات وأنا جالس وراء المكتب، بل جئت لمشاركة الجميع في العمل المسرحي من خلال تصورات وأفكار ونصائح وتوجيهات، وتنصيب على رأس هذه المؤسسة مهمة مؤقتة لا أريدها أن تطول. شكرا. عبد الناصر خلاف. أعود إلى الدكتور مديوني. دكتور، من خلال حديث زميل محمد بوكراس تحدث عن تركيز البحث العلمي على النص دون العرض، وأنت تحدثت في آخر إصداراتك حلقة موؤودة في تاريخ المسرح العربي عن مسألة التأليف وعن الدراماتورجيا. هل يمكن أن تقدم الجامعة دراسات في العرض عوض الاشتغال دائما على النص؟ هو في الواقع المسرح فن مركب ومعقد، وفن يقوم على تضافر أطراف مختلفة وفواعل متعددة. المسرح في نهايته هو تأليف بين عدد من المتدخلين، ولكن هناك دائما سيد العمل. سيد العمل كان الشاعر اليوناني، كان المؤلف. الآن شيئا فشيئا أصبح سيد العمل هو المخرج. المخرج هو الذي يختار النص، المخرج هو الذي، إلى أن أصبح المخرج هو صاحب النص. نعم. وهناك كذلك من يسعى إلى أن يصبح الممثل سيد العمل، ولكن الأهم هو ماذا؟ وهذا العمل الذي ينجز. بالنسبة إلى البحوث مجالات، البحوث كلها تفيد، لكن وافق جزئيا ما قاله الزميل. فعلا عدد من البحوث تتكلم عن الأدب المسرحي، ولكن الكلام عن الأدب المسرحي مفيد إذا ما ارتبط بفن التأليف المسرحي. عندما نتكلم عن الدراماتورجيا، نتكلم على فن أن تصوغ، أن تبني نصا مسرحيا، فهذا أمر هام جدا لأنه يرتبط كذلك بصورة للعرض. هناك طبعا مقاربات لقراءة العروض، وهو طبعا أمر أصعب من أن تعود إلى النص، فالنص ثابت متصل نعرفه، والعرض هو زائل.
وهذه خصائص الفنون الحية. العرض الذي تقدمه اليوم ليس بالضرورة، حتى وإن كانت المسرحية نفسها والممثلين أنفسهم فهي تتغير رغم تسجيل العرض، تصوير العرض. إذا صور العرض لم يعد مسرحا فحسب، أصبحت وجهة نظر الكاميرا. أنتم تلاحظون عدد الكاميرات، إذا يمكن أن يصورني من هنا كما يصور، إذا فهناك تدخل آخر نعم. يجعل المسرحية تمر من المسرح إلى جنس آخر وهو جنس الصورة. لكن دراسة العروض ممكن أن تكون هناك نعم. مناهج كثيرة لقراءة العروض ترتبط بعلوم، ارتبطت بعلم الدلالات، علم السيميولوجيا. نعم. الأهم في الواقع هو أن يصبح المسرح شاغلا حقيقيا، وأن يصبح المعنيون بالمسرح، ممثلين، مخرجين، معنيين بالبحث في المسرح. نعم. وما قاله الزميل لعله متأتٍ من قلة عناية أهل المسرح بالمسرح، ودخول عدد من الناس من خارج المسرح لإنجاز المسرح، ودخولهم مفيد بصورة نعم. نعم. لكن الحاجة الآن إلى استيعاب مناهج البحث، مناهج الدرس، والمسرح العربي في حاجة إلى كل الزوايا النظر لجعل الفن المسرحي شيئا يعني الناس ويعني الثقافة ويعني المستقبل. فعلا. بالنسبة للمهرجان العربي، أسس أيضا كعادته لمسابقة التأليف المسرحي، ومن المشاركين في المسابقة الأستاذ سعيد شحاتة، وهو شاعر وكاتب مسرحي من مصر. فلتعتلي سدة الشعر والكلام لنسمع ونقرأ مقطع من مسرحيتك. هي مسرحية مكونة من 3 فصول، كل فصل مكون من 4 مشاهد أو مقسم إلى 4 مشاهد. المشهد الرابع 5 أشخاص، 3 رجال وامرأتان يجلسون في مقدمة المسرح وخلفهم مشهد القصر. الشخص الأول: هل نام جميع الأفراد بشكل جيد؟ الجميع: لا، بل أرهقنا التفكير وقضى المضجع صوت غراب الموت يحوم على قبة قصر البلد العشفاء. الشخص الأول: أنا قد أحكمت قماطي واستغرقت كأني لم أستغرق قبلا في النوم، ولكن قبيل صباح اليوم الحالي وأثناء الاستغراق وجدت السياف يدق الباب بعنف، فاستيقظت سريعا وجمعت قصاصات الجلد المنثورة كي لا يقرأ ما قد دونت فيهزأ بي كالعادة ويعرضني للغضب الملكي القاتل. الجميع: هل جاءك سياف الملك بجثمانه أم أن كوابيسك لم تتخلص منك إلى الآن؟ الشخص الأول: كابوس كالعادة، لكن مر كجبل الأوليمب على صدري. أحسست بأني قد أفرغت الروح وصرت كأشجار العرش العشفاء. خفت بأن يسألني عن رأيي في الأمر. الجميع: أي أمر تقصد؟ الشخص الأول: أمر أميرتنا المكلومة. هل يعقل أن يأتي سياف القصر إلى باب مفكركم ويمر مرور كرام الحانة دون سؤال في أمر السلطة؟ آخر مأثوراتي وجهة نظري في ملك الدولة. هل أكل الفقراء أم الفقراء جياع؟ ما حال رعيتنا اليوم؟ المرأة الأولى: هل يهتم السياف بحال رعيتنا؟ الشخص الأول: لا، بل يهتم بجوع رعيتنا، عري رعيتنا، موت رعيتنا من شدة برد الصيف القارس. الجميع في حالة ضحك. برد الصيف؟ هذا صك آخر يا قلم التاريخ ومهد الفلسفة وسلطان الفكر ومبدع كل قصائدنا العذبة. الشخص الأول: أدهشني هذا الأمر. دوما ما يسألني السياف عن البرد، ولا يسمعني لو جاء كلامي عن برد القلب وجوع الأرواح. لا يهتم السياف ولا ملك السياف بأحلام الناس. لا يشغلهم بالا ماذا يريد الشاعر ممن يكتب عنهم. كل الأحلام فراغ والأرواح كلام فارغ، والشعر ضجيج، والحكمة بالنسبة للسياف خرافة شيخ لا يعلم من أمر الدنيا إلا الشيب وقرطاس الأقوال ومحبرة العرق المتساقط من لحيته البيضاء وجلسته المعوجة. يا لقصيدك يا قرطاس الكلمات العذبة. الأول: يدهشني صمت الناس على الناس بهذا الشكل. الجميع: هل نعتبر كلامك هذا تحريضا؟ الأول: لا تعتبر كلامي إلا كلاما في لحظة صدق، في جلسة ترويح ليست شعرية. أما أصحاب الأفذاذ
فلم يخبرني إياكم عن أحلامه شيئا، أو قولوا كوابيسه في لحظة تنفيذه. الثاني: نمت أنا بالشكل المطلوب، ورأيت العالم من حولي يشبه دوامة، وأميرتنا تتوسط أمواجا ضخمة، والملك المسكين على رأس القصر ينادي: يا سكان الأرض أغيثوا الملك المحموم، ضاعت كل طموحاتي وفتوحاتي، وأميرتكم ستضيع هي الأخرى. هل من فارس؟ هل من رجل أمنحه نصف الأملاك المترامية الأطراف فينقذني من هذا الكائن؟ إن جيوشي لا تكفي، ومؤونة قلبي قيد الفتك بها، وسيوفي ليست مسنونة كالأمس. يا عشاق الشمس، أنا ملك الفردوس المستلب الآن، لا يمكنني السير على أقدامي، لا يمكنني النوم، لم أتمكن من كلماتي، أعضائي صارت كالأشجار المضطربة، تأخذها الريح كما ترغب وتطوحها فيطاح بقلب المرتعد الموجوع. يا سكان الفردوس المصطنع الممتد، هل فيكم رجل يمكنه الرد؟ الأول: حال محزنة ومنام مرعب. شكرا للشاعر والكاتب المسرحي سعيد شحاتة، ولكن أن بقية الحكاية ستتابعونها على الخشبة إن كان للعمر بقية. دكتور مديوني، موضوع النص، نجد أن النص موجود في عالمنا العربي، وفي نفس الوقت يقتبس المسرح العربي من نصوص أجنبية بدون حضور مسألة التأصيل، وأنت الذي ناقشت الفكرة أكثر من مرة. لماذا نلجأ إلى الاقتباس؟ هل النص العربي لا يكفي؟ هو في الواقع عندما نتكلم عن المسرح مثل ما سبقا قلت هو متعدد، والعودة إلى النصوص هو في أساسه مرتبط بطبيعة الشخصيات، لأن ابتداع شخصية مسرحية أو شخصية روائية ليس أمرا هينا. هناك شخصيات مراجع. عندما تقول مثلا أنتيغون هي يونانية، ولكنها تمثل حالة وجودية وتختزل حالة إنسانية تتجاوز أنتيغون بذاتها. إذن فإنشاء شخصية، ونفس الشيء بالنسبة للرواية. الرواية لما إيميل حبيبي خلق المتشائل متفائل هو ابتدع شخصية، لكن الشخصيات الأخرى تكتب العربية تكتب الإسبانية هي تعود إلى شخصيات مرجعية. إذن معناها الاعتماد على مسرحيات لم يكتبها العرب ليس في ذلك أي ضير، رغم وجود النص العربي. إذا وجد النص العربي هو يبنى على شخصية، ورغم حديثنا عن أزمة نص في العالم العربي. هو في الواقع لا، دعني أنهي فكرتي. يعني ليس الأمر في أن نأخذ نصوص من الخارج، الأمر في استيعاب النصوص، الأمر في القدرة على قراءتها، الأمر في القدرة على جعلها تجد صداها عند الناس وتتفاعل مع الناس. هذه المسألة الأساسية. هل هذا هو التأصيل الذي تبحث عنه؟ لا، هو كلمة التأصيل بين قوسين عندي كتاب في 600 صفحة نتكلم فيه على مسألة التأصيل. نعم. فهو معقد. أنا لا أعتبر أن عبارة التأصيل في مكانها، لأن التأصيل عبارة ترجعنا إلى الأصل، والأصل مسألة ليست تاريخية، الأصل نسبي، ندخل في الميثولوجيا. نتكلم عن الخصوصية، لا سبيسيفيسيتي. هناك أخذ بعين الاعتبار للخصوصيات، لأن الخصوصيات مسألة تاريخية تتغير لأنها تتفاعل مع المحيط مع المعطيات. لو نتكلم عن الإنسان الوهراني في 2016 ونقارنه بالإنسان الوهراني في 1916 هناك فروق كبيرة. ما الذي حدث؟ هو أن الإنسان الوهراني ما دامنا احنا في وهران يعيش حياته، وهناك عناصر خارجية عناصر داخلية، لكن هناك عناصر نستطيع نقول دقيقة تبقى مستمرة. الكاتب والمسرحي الذي يلتقط ذاك الجوهر دون أن يسقط في الأناكروني، دون أن يسقط في الخروج عن التفاعل مع اللحظة الحاضرة، هو ذاك العبقرية. ولهذا في رأيي المسرح في العالم هو مسرحنا كلنا، بشرط أن نكون قادرين على استيعابه وعلى تبنيه وإعادة إنتاجه بشكل يتماشى مع حس المخرج،
حس صاحب العمل ولكن كذلك حس المتفرج. فعلا. فالمسرح ليس يعني ترفا نعمل حويج هكا شويه فولكلور وكذا، هذا خطر على المسرح لانه يبعد المسرحيه ويبعد المسرح على من هم من المفترض ان يكونوا معنيين به ويعنى بهم. نعم، أريد أن أتجه إلى عبد الناصر خلاف. عبد الناصر خلاف، سبق لك المشاركة في مهرجان المسرح الجامعي أكثر من مرة من خلال بعض الاشتغالات المسرحية. ماذا اختلف في المهرجان منذ بدايته إلى اليوم؟ دعنا نحاكم الأستاذ إنذارا بين قوسين. من أول طبعة إلى آخر طبعة اللي بدأت بباتنا وانتهت في جيجل هذه السنة، القضايا التي طرحت في المسرح الجامعي هربت من تلك القضايا التي كان يعيشها الطالب الجامعي، الحديث عن الأكل والطعام والمشاكل الشبابية، ودخلت في قضايا كبرى، في القضايا الإنسانية، دخلت دخلت أيضا الارتكاز على ريبرتوار المسرح الجزائري وريبرتوار المسرح العالمي، دخلت في التجربة، واعتقد أن الورشات التكوينية اللي تنظمها المحافظة أفادت كثيرا المسرح الجامعي. وأقول أن المسرح الجامعي الآن صار مشتلة للمسرح المحترف. لدينا كثير من الأسماء لاحظناها حتى في هذه الدورة هي خريجي المسرح الجامعي. سنتحدث عن العلاقة بين المسرح الجامعي والمسرح المحترف، لكن قبلها نعود إلى جوق مختار علال وأغنية الشعبي بتوقيع الفنان الشعبي أحمد زغيش. الواحد الكريم، الله الواحد الكريم، الله الواحد الكريم، الله الواحد الكريم، لا تفضحني على رؤوس الأشهاد من جابي فضلك العظيم، أنا وجميع من حضر في الميعاد، لا تحرمنا من النعيم، جا المصطفى حمد محمدي، لا تحرمنا من النعيم، أنا وجميع من حضر في ميعادي، لا تحرمنا من النعيم. وجعلنا في حما شفيع المذنبين والمذنبات كلها، لا تجعلنا من الشفاعة خائبين وجميع الغير تلتا، وجعلنا من عيال سيد التقالين محمد كامل البهار، عظم العظيم، عظم العظيم، عظم العظيم، مولاي المصطفى كريم الأجوادي، من نور تخمد الجحيم، سراج المنير غاية مرادي، لا تحرمنا من النعيم، يا المصطفى حمد محمدي، لا تحرمنا من النعيم، أنا وجميع من حضر في ميعادي، لا تحرمنا من النعيم. لا تحرمنا من القصور وذوق الحضور، ستي ولعبة ومثلها، ثم نور العين تانية شمس البدور، ربي جعلنا من أهلها في حق البيت والمدينة والمذكور، محمد كامل البار، عتقني شفتي يا رحيم، عتقني شفتي يا رحيم، عتقني شفتي يا رحيم، مولاي المصطفى كريم الأجوادي، والنور وتخمد الجحيم،
أشرق المنير غاية مغرب، لا تحرمنا من النهير المصطفى حمد محمدي، لا تحرمنا من النهير أنا وجميع من حضر في ميعادي، لا تحرمنا من